ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه في قناة ام كنزي؟ منوريني ومكتريني يا حبايبي. دايما يا رب تكونوا مكتريني كده وتشجعوني عشان كل يوم اعمل لكم جديد. دفع منكم ليا تديني روح حلوة. يا رب كل اللي بيفتح القناة بقى ما ينساش يعمل لي لايك ويعمل لي شير للقناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. يلا يا حبايبي اقول لكم معايا ايه النهارده عشان اعمله لكم. اكل بسيط جدا زي ما انا ما قلت لكم بوعدكم. انا بعمل لكم كل الاكلات بطريقه سهله وبسيطه جدا. يا رب اقدر اوصل لكم المعلومه زي ما انا بقول لكم واكون عند حسن ظنكم. يلا يا حبايبي نخش على الموضوع عشان ما اكترش عليكم. هنا يا حبايبي هعمل لكم شاورما فراخ بابسط الطريقه. يلا يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. دي معايا نص كيلو صدور فراخ مقطعاها مكعبات. لو ما بتعرفيش تقطعيها قولي لي بتاع الفراخ اللي انت بتتعاملي معاه قطعها لي شاورما هيقطعها لك مكعبات. معانا هنا يا حبايبي بصل، ده الاساسي بتاع الاكله. معايا هنا طماطم، هنا 2 طماطم، ومعايا معلقتين توم كبار. معايا هنا قرن فلفل كبير. معايا شوربة ماجي يا حبايبي. معايا هنا ربع معلقة كزبرة ناشفة. معايا ربع معلقة فلفل اسود. معايا ربع معلقة ملح. معايا ربع معلقة كمون. معايا معلقة كبيرة بهار بتاع فراخ، بهار فراخ الشاورما. ومعايا هنا يا حبايبي بطاطس. هنا اقول لكم البطاطس هحط فيها ايه معاكم يا حبايبي. هحط فيها ملح قدامكم اهوت عشان ما تروش ما بحطش ايه قدامكم اهو، ملح بس هو قدامكم فيها. ده كل اللي هحط فيها. حطيت الملح وكده الخل اهو يا حبايبي قدامكم، حبه خل كده محترمين بتخلي البطاطس طعمها جميل جدا. يلا يا حبايبي هنشوف هنبدا اول حاجه بايه. هنولع الحله معانا اهيت، هولع عليها يا حبايبي. حطيت فيها معلقتين سمنه كبار. حطيت فيها يا حبايبي معلقتين سمنه. اللي عاوز يحط سمنه يا حبايبي يحط، اللي عاوز يحط زبده يحط، واللي عاوز زيت حسب ما انتوا بتحبوا الماده الدهنيه بتاعتكم حسب اكلاتكم. انا حاطه هنا معلقتين سمنه بلدي، انا بحب السمنه البلدي فانا عندي موجوده حطيت، فانتوا حسب ما انتوا ما تحبوا. هنزل تاني بحاجه ايه عليها، البصل اهو يا حبايبي. دول بصلتين كبار نزلت بيهم اهو يا حبايبي، اهو البصلتين. البصله يا حبايبي شغاله معايا زي الفل. هقلبها كده وتدبل معايا وارجع لكم تاني يا حبايبي. ايه يا حبايبي البصله انا مش عاوزاها تدبل معايا قوي، انا عاوزاها تبقى صاحيه كده معايا يا دوب بس اديها تشويحه كده بسيطه. هنشوف هننزل تاني حاجه بايه. اهو يا حبايبي التوم هنزل بيه اهو، اديها تقليبه بسيطه كده اهو يا حبايبي. واحده واحده معاكم اهو، ماشيه معاكم خطوه بخطوه. مفيش اسهل من كده والله العظيم غير عند ام كنزي وبس. مش هقول لكم بقى يا حبايبي اللايكات بقى والشير تشتركوا لي في القناه. مفيش اسهل من كده. عاوز اسهل طريقه عند ام كنزي وبس، عاوزه اسهل طريقه عند ام كنزي وبس، مش هتلاقوا اسهل من كده اهو، خطوه بخطوه. اهو يا حبايبي هنزل بايه تاني يا حبايب قلبي. الفلفل اهو نزلت بيه معاكم خطوه بخطوه اهو يا قلبي اهو. اقلب تقليبه كده صغيره اهو. بص انا عاوزه كل حاجه تبقى صاحيه كده، الثوم يبقى صاحي والفلفل والبصله، مش عاوزاها تبقى ايه محروقه ولا دبلانه ولا الكلام ده. يا دوبك بس ندي تشويحات كده على النار عشان كل حاجه معانا تبقى متظبطه. عايزه يبقى فيها سنه كده قرمشه تشويحه بس كده. نقلب كل الكلام ده اهو. بصوا يا حبايبي في تريكايه بس عاوزه اقول لكم عليها قبل اي حاجه. الفلفل الكزبره الناشفه اهي هنزل بيها كده، بس الكزبره بس اهي، دي تريكايه لازم تعملوها اهو 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 يا حبايبي. بعد كده يا حبايبي هنزل بالنص كيلو البانيه اهو قدامكم خطوه بخطوه. ما بعملش حاجه ايه الا ما اوريها لكم قبل ما انزلها اهو اهو يا قلبي. حبايبي ام كنزي ما اقدرش ابخل باي معلومه اعرفها والطريقه سهله الا ما اوريها لكم يا حبايب قلبي. كده بنقلب كل الكلام ده مع بعض وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. اهو يا حبايبي الدنيا ماشيه زي الفل. وطيت عليها النار اسيبها بس ايه بتاع 5 دقايق كده واديها تقليبه تاني بتاع 5 دقايق. هغطيها وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. اهي يا حبايبي شايفين المنظر، الدنيا ماشيه زي الفل معايا اهي اهي يا حبايبي اهي. ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو شايفينها. بسم الله ما شاء الله. هحط بقى بعد كده ايه، احط الطماطم المكعبات دول يا جماعه 2، دول 2 هنزل عليهم اهو
اهو يا حبايبي. واديها تقليبه كده. تنسونيش في اللايكات بقى يا حبايبي وفي التعليقات. هقلبها كده تقلبتين يا حبايبي وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي كل الكلام دوت هنزل عليها ايه بالحاجات الجميله دي اللي هتديني ريحه جميله. دي البهارات بتاعت الشاورما والفلفل الاسود والكمون والملح. اهو يا حبايبي نزلت بكل الكلام ده معاكم. والله العظيم مش قادره اقول لكم على الريحه في المطبخ، قلبه ريحه المطبخ وقلبه ريحه الشقه كلها. عاوزه اقول لكم الشاورما دي اسهل طريقه واحسن طريقه ممكن تعملي بيها شاورما تديكي. بصي مش قادره اقول لك، يعني مش قادره اقول لك على الطعم. كل يوم العيله يقول لك يا ماما اعملي لي الشاورما دي. اهي هنزل بيه يا حبايبي بوحده الميجي اهي. هنزل بوحده الميجي اهي. اهو كل الكلام الجميل ده اهو قدامكم. هقلب تقلبتين. هسيب بقى كل الكلام ده كده بتاع 10 دقايق على النار بالظبط وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي انا قريت عليها كنت مغطيه عليها النار. بصوا نزلت ميه قد ايه كده. بقى دلوقتي هعلي النار عشان تشرب الميه ديت. انا وطيت لغايه بس ما القطه نزلت ميتها والبصله. هوطي دلوقتي يا حبايبي هعلي النار. معلش بقى صوت الاطفال يا حبايبي بقى معلش. انتوا عارفين البيت ما بيخلاش من العيال يا قلبي. بصوا يا حبايبي هعمل بقى ايه تاني. هسيب اغطي كل الكلام الجميل دوت اهو معاكم. وهعمل ايه هروح اولع على طاسه البطاطس قبل ما ايه كل ده يشرب. اهو يا حبايبي هولع على طاسه الزيت. دي طاسه فيها زيت مفيهاش اكتر من كده. هسيبها تسخن شويه واحط فيها البطاطس معاكم يا حبايب قلبي. حبايب قلبي الزيت سخن. قلت انزل بيه بالبطاطس معاكم اهو. ما بعملش خطوه لما بقول لكم قدامكم. اهو يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي. شايفين المنظر. احط كل الكلام ده وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. اهي يا حبايبي الشاورما شغاله معايا زي الفل اهي. شايفين منظرها؟ شايفين منظرها شغاله معايا زي الفل اهي يا حبايب قلبي. حطيتها تاني. والبطاطس شغاله معايا زي الفل اهو يا حبايبي. اهو شايفين المنظر. بصوا يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي البطاطس اتحمرت اهي. هطلعها معاكم وهطلعها وارجع لكم تاني. تعالوا نبص على الشاورما. بصوا يا حبايبي شايفين المنظر؟ شايفين منظرها؟ انا عاوزاها كده مفلفله كده وجميله. مش عاوزاها تكون مهريه كده وكلها معجنه في بعضيها. انا عاوزاها كده كل الحاجات اللي فيها كده تبقى صاحيه وجميله. اروح بقى اغرفها معاكم واطلع البطاطس الجميله دي طفيت عليها كده اهو يا حبايبي. غرفت الاكل معاكم. ده منظر الشاورما. شايفين منظرها؟ والله العظيم ولا ريحتها ولا طعمها واقسم لكم بالله جميله جدا جدا جدا. هتعجبكم قوي. نفس الطريقه ديت مفيش اسهل من كده غير عند ام كنز وبس. جربوا الطريقه ديت. ودي جنبها بطاطس. شايفين منظر البطاطس؟ شيبسي وصوابع. وده جنبها طبق زيتون مخلل يا حبايبي. بصي الشاورما الفراخ بتحب دايما جنبها البطاطس المحمره او مكرونه. اللي حابب اتنين يعمل مكرونه ويعمل بطاطس خير وبركه. اللي مش حابب يعمل بطاطس صوابع وشيبسي زي ما انا ما عملت كده. مفيش اسهل من كده. طبعا البطاطس موجوده عندنا في البيت وعندنا اي مخلل في البيت نحطه. مخلل ليمون زيتون سلطه اي حاجه موجوده عندكم في البيت حطوها. شايفين منظر الاطباق؟ شايفين؟ طبعا اظن الطبق هو بيحكي عن نفسه من غير ما انا ما اقول. حبايب قلبي ما تنسونوش في اللايك حبايب قلبي اللايك. مفيش اسهل من كده زي ما قلت لكم عند ام كنز وبس. اقول لكم باي باي يا حبايبي والسلام عليكم ورحمه الله.